دكتور احمد، السلام عليكم. فينك يا باشا من زمان؟ السلام ورحمة الله وبركاته. محدش شافك كده ومستخبي علينا. موجودين يا حبيبي اهو. طيب يا دكتور احمد، معانا النهارده سؤال محير اتفضل. ومهم جدا. عاوزين نعرف ايه علاقة الاجسام الكتونية بمرضى السكر، تمام. وايه علاقة، يعني ازاي بتوع مرضى السكر بيبقى عندهم سكر وبيجيلهم اجسام كتونية؟ تمام، عشان نرد على السؤال ده هنتناقش مع بعض. حاول تكون معايا في الحوار عشان تفهم. انا تمام. هسألك وانت هترد عليا ان شاء الله. علشان نتكلم عن الموضوع لازم نفهم اصلا دور السكر في جسمك. انت جسمك محتاج السكر ليه في جسمك؟ يعني ايه فايدة السكر في الجسم؟ عشان يطلع طاقة. تمام، يعني انت محتاج السكر علشان تعمل له جلايكولايسيس، تحلله فيطلع لك اي تي بي اللي هي عملة الطاقة. بيطلع معاه شوية حاجات تانية زي البيروفيت واللاكتيك اسيد، ويدخل في كريبس سايكل اللي احنا درسناها قبل كده علشان ينتج اي تي بي اللي هي الطاقة. فجسمي محتاج سكر عشان طاقة. طب افترض ان انت جسمك مفيش فيه سكر، مش لاقي سكر، انت صايم فترة طويلة، فترة الصيام زي رمضان كده مثلا، جسمك هيعمل ايه؟ بيروح يجيب من المخزن الكبد. تمام. يعني انت جسمك في وقت ما بتاكل سكر بيستهلك اللي هو عايزه، والباقي بيخزنه في الكبد، بيعمله في صوره جلايكوجين. طيب انا ما عنديش سكر زي ما انت قلت كده، هيروح على المخزن اللي هو الليفر الكبد يعمل له ايه؟ جلايكوجينولايسيس. المصطلحات دي مهمه جدا نبقى عارفين. عمل جلايكوجينولايسيس فحلل لي الجلايكوجين وطلع لي الجلوكوز. بعد ما يطلع الجلوكوز تدخل في نفس الدورات دي علشان تنتج الاي تي بي. جميل. طيب انا برضو جسمي لا لاقي جلوكوز، ما باكلش، صايم في مجاعه في رجيم قاسي ودي مشكله هنتكلم عنها، ومش لاقي جلوكوز، وبرضه مش لاقي جلايكوجين في الليفر، مش لاقي حاجه يحللها، هيموت. هيحصل ايه مشكله؟ لازم يلاقي بديل ربنا خلقه لك. هيعمل ايه مثلا؟ اما ده بقى اللي عاوزين نعرفه. ده اللي انتوا عايزين تعرفوه. طيب انت جسمك مش لاقي جلوكوز ومش لاقي جلايكوجين، مش هيموت. وليكن ان انت خلصت كل الحاجات دي، جسمك عنده البديل الثالث اللي هينتج عنه المشكله اللي انت سالت فيها، اللي هي ايه؟ اللي هي الاسيدز اللي انت قلت عليها، الكيتون بادز او الاجسام الكيتونيه. ودي حاجات مضره جدا بجسمك، هي عوادم. هتيجي منين العوادم دي؟ مش لاقي جلوكوز، مش لاقي جلايكوجين، مضطر ان انا اروح للبديل الثالث اللي هو الفاتي او الاديبوز تيشو، نسيج الدهن. انت جسمك متخزن فيه كميات دهون في مناطق كتير، ده البديل الثالث اللي جسمك بيروح عليها علشان يحل مشكله الجلوكوز. جسمك هيعمل ايه؟ هيروح على النسيج الدهني اللي هو الاديبوز تيشو، بيعمل له لايبولايسيس. كل دي عن طريق انزيمات هتحلل الدهون. طب هي بعد ما تحلل الدهون بتنتج ايه؟ بتنتج حاجه اسمها فري فاتي اسيدز. انتجت الفري فاتي اسيدز دي تدخل على الكبد، تعمل لها حاجه اسمها بيتا اوكسيديشن، بتتاكسد في الكبد، وبعد ما تتاكسد بتكون لك مركب مهم جدا اسمه اسيتايل كو اي. الاسيتايل كو اي ده اهو بيدخل منه اتنين جزيء يكونوا لك 3 اجسام كيتونيه اللي احنا كنا بنقول عليهم، اللي هو الاسيتون والاسيتو اسيتيك اسيد والبيتا هيدروكسي بيوتريك اسيد. اسيد اسيد اسيد. طيب هي العمليه دي تمت ليه؟ علشان جسمك حلل الدهون علشان يقدر يكون اي تي بي، طاقه جسمك يستهلكها، عشان هو مش لاقي جلوكوز ولا لاقي جلايكوجين. بس نتيجه ان هو بيحلل الدهون عشان ينتج طاقه، عمل العمليه اللي احنا قلناها من شويه، فانتج لك ال3 اجسام كيتونيه، الاسيتون والاسيتو اسيتيك اسيد والبيتا هيدروكسي بيوتريك اسيد. الحاجات دي في منها مشكله؟ طبعا في منها مشكله كبيره جدا. المشكله تيجي منين؟ ان هي اسيدز، عمالين نقول اسيد اسيد اسيد، هتتراكم في جسمك لو انت بتعمل العمليه دي بكميات كبيره. كل ما تتراكم الاسيدز دي في جسمك هتغير ايه؟ تخيل كده ممكن تغير ايه؟ فكر كده معايا. الحمضية والقاعدية بتاعتي. انا عندي البي اتش بتاع البلاد بتاع الدم بتاعي نيوترال من 7.35 الى 7.45. انا عمال اركز في كميه الاسيد كميه كبيره جدا، هيحصل ديكريس للبي اتش، فبالتالي هتعمل اسيدوزيس، عملت لك حمضيه. الحمضيه دي مشكله كبيره ولا مش مشكله كبيره؟ مشكله كبيره جدا، لان انت جسمك بيشتغل معظم انزيماته وكل العمليات الحيويه وكل البروتينات وكل الثيرويد هرمونز والهرمونات كلها باشكالها، كل العمليات الحيويه في جسمك ربنا خلقك انت تشتغل في بي اتش معين نيوترال من 7.35 ل 7.45. فلما انا حصلت العمليه اللي انا حصلت من شويه، ان انا عندي تراكم للاسيدز فعملت لي اسيدوزيس اللي هي بنقول عليها ميتابوليك اسيدوزيس. ليه ميتابوليك؟ جايه من البناء والهدم، عشان انا بهدم دهون فانتج مكانها شويه عوادم ضار. عشان في واحده تانية اسمها ريسبيراتوري اسيدوزيس او الكالوزيس، دي حاجه تانية نبقى نشرحها في موقف تاني. طيب انا حصل لي اسيدوزيس، تعمل ايه؟ انت ممكن تدخل في كوما، في غيبوبه يعني، ويحصل لا قدر الله حاله وفاه بسبب تراكم الحاجات دي. فانت تخيل ان انت جسمك قل فيه كميه السكر ومع ذلك ممكن تموت. مش من ايه؟ مش من السكر وقلته، لا، بسبب ان هو جسمك عمال يحلل في الدهون. وده اللي بيحصل في المجاعات والحاجات اللي هي الصعبه اللي بتحصل الايام دي، ان الجسم بيحصل فيه تراكم للاسيدز فبيغير في البي اتش بتاعته، فكل الاحماض وكل الانزيمات وكل الحاجات ما تعرفش تشتغل، فممكن من ضمنها الكاردياك انزيم، انزيمات القلب، فممكن يحصل حاله وفاه لان الانزيمات مش هتشتغل
فيحصل وقف في عضله القلب. دلوقتي يا دكتور احمد قلت اتفضل. ان احنا الكيتون بادز دي تمام جايه بسبب ان عاوزين السكر مش موجود وكده. تمام. احنا مرضى السكر عندهم السكر عالي اصلا. صح جميل. تمام. يعني هو عنده سكر عالي، فاذا عنده سكر فليه بقى بيتكون اسيدوزيس برضه؟ مهم جدا. احنا قلنا ان جسمي بيروح للاديبوس تيشو او النسيج الدهني عشان يكون طاقه عشان هو مش لاقي سكر. طب هو فعلا السؤال ده مهم. انا عندي في مرضى السكر عنده هايبر جلايسيميا، هو عنده اصلا زياده في السكر. تلاقي السكر العشوائي طالع 300، تلاقيه طالع 400، تلاقي الصايم الفاطر فوق ال 110 140، فهو عنده كميه سكر كبيره جدا. طب ايه اللي خلاه يروح يحلل النسيج الدهني علشان يعمل طاقه وبالتالي ينتج العوادم الضاره دي؟ ما هو انت لو فاكر النوعين بتوع التايب 1 وتايب 2 بتاع الدايابيتس، اللي عندك نوعين سكر. التايب 1 دايابيتس اللي هو الاندبندنت انسولين، بيعتمد على الانسولين، ده نوع من السكر، مرضى السكر اللي ما عندوش انسولين خالص، جسمه ما بيكونش انسولين خالص في النوع تايب 1 ده. فبالتالي انا عندي سكر بس جسمه ما عندوش الحاجه اللي تخلي السكر يدخل الخليه. لو انت فاهم وفاكر السكر زي ما شرحناه كتير قبل كده، تبقى عارف ان انا عندي خليه بيتا اللي هي في البنكرياس تفرز الانسولين. الانسولين ده هو دوره يروح على الخليه دي عليها زي مستقبل، عامله زي المفتاح والقفل. انا عندي الانسولين هو المفتاح بتاع القفل بتاع الخلايا بتاع جسمنا كلها. يقوم جاي المفتاح اللي هو الانسولين يقول للخليه افتحي، لما يمسك فيها فيدخل السكر للخلايا فتحلله وتعمل طاقه. فانا عندي سكر في مريض السكر. طيب تايب 2 برضه، تايب 2 عنده انسولين بس عنده حاجه اسمها مقاومه للانسولين، جسمه وليكن فيه اجسام مضاده ماسكه في الريسبتور في المستقبلات اللي موجوده على سطح الخلايا، فالانسولين موجود بكميه بسيطه او كميه معقوله او كميه منخفضه بس موجود. بس الانسولين يجي يروح على سطح الخليه في المستقبل يلاقي في جسم مضاد موجود على سطح الخليه، فمش عارف يمسك، فمش هيخلي الخليه تفتح، فبرضه مش عارف يستهلك الجلوكوز. ففي الحالتين بتوع مرضى السكر اللي احنا قلنا عليهم، هو عنده هايبر جلايسيميا، عنده سكر عالي، بس جسمه مش عارف يدخل السكر الخلايا ولا يحرقه علشان يكون الطاقه، وبالتالي الجسم بيروح فين؟ يروح برضه على الاديبوس تيشو فيعمل كيتون بوديز، فبيعمل كيتو يوريا ويعمل اسيدوزس اللي هي قلنا عليها ميتابوليك اسيدوزس. طب انا اكتشفها ازاي دي؟ ابسط حاجه عشان نكتشفها في المعمل، لما اجي اعمل يورين تحليل بول بلاقي عنده كيتون بوديز، وغالبا هتلاقي عنده في البول جلوكوز طالع بلس 2 بلس 3، جلوكوز عالي جدا، وهتلاقي طالع معاه الكيتون بوديز. انت كده فهمت الكيتون بوديز جت منين ولا ما فهمتش؟ فهمت. طيب فهمت بقى ايه علاقه السكر بالرغم ان هو هايبر جلايسيميا يعني ذات السكر عالي ومع ذلك في كيتون بوديز؟ علشان ايه؟ عشان هو مريض سكر اساسا ما بيستهلكش ما عندوش السكر، انسولين ومش عارف يستهلك السكر، هيروح للبديل. نفس المشكله بتاعت الرجيم. مش انا قلنا في مشكله ممكن تحصل لو انا واحد عنده رجيم قاسي؟ نفس فكره المجاعات. الناس اللي بتعمل رجيم قاسي اللي هو يمنع نفسه عن الاكل تماما لفترات بقى، هو مش بيعمله يوم ويومين، انت جسمك مش هيتاثر بعمليه حيويه يوم ويومين، لا انت عمال تعمل رجيم قاسي شهور متعدده عشان تخس. هو جسمك هيعمل حاجه حلوه اللي هو ايه؟ عمال يروح على الاديبوس تيشو زي ما احنا شرحناها علميا كده ويحرق في النسيج الدهني علشان يعمل ايه؟ عشان انت منعت عنه الاكل خالص. ما انت عامل رجيم قاسي يا معلم، انت عامله ليه؟ انا عايز اخس. انت حضرتك هتخس. ما هو مريض السكر بيخس على فكره، لو انت بتلاحظ مرضى السكر معظمهم بيبقى رفيع وبيخس وبيتحرق. ليه؟ لان هو جسمه ما عندوش الميكانيزم اللي يدخل السكر يحرقه، وعنده سكر عالي فيروح يحرق الدهون فتلاقيه رفيع. انت حضرتك بتعمل رجيم قاسي نفس الفكره ونفس الاداء، بتمنع نفسك عن الاكل فجسمك مش لاقي الجلوكوز اللي هيكون منه الطاقه فيبدا يحرق في الاديبوس تيشو اللي هو النسيج الدهني. بس وانت بتحرق النسيج الدهني كونت العوادم اللي احنا قلنا عليها من شويه اللي هي ايه؟ اللي هي الكيتون بوديز، اللي هي بتعمل ايه؟ اللي هي تعمل لك مشكله كبيره جدا، ممكن تحصل لك وفاه لا قدر الله. حضرتك ما ينفعش تعمل صيام شديد ولا تعمل رجيم القاسي ده، لا الرجيم لو انت حابب تخس بتعمل رجيم منتظم عشان تحافظ على صحتك. ما ينفعش تمنع عن نفسك المعادن والفيتامينات وكل الاكل، لان جسمك اولا زي ما انت فهمت كده في الجزء بتاع النهارده ان جسمك هيروح للبديل ويحرق الدهون. انت هتخس بس انت عمال تراكم في جسمك عوادم ضاره اللي هي الكيتون بوديز دي، والكيتون بوديز دي ضاره جدا، هتعمل لك اسيدوزس، والاسيدوزس دي مشكله طارئه جدا انت ممكن تدخل عنايه بسببها لان انت غيرت البي اتش بتاع الدم بتاعك، ودي حته ما ينفعش نلعب فيها خالص. يا رب يكون انا قدرت اوصل لك السؤال بتاعنا اللي هو كان ايه علاقه السكر بالكيتون بوديز ومشكله الرجيم، وازاي السكر عند مريض السكر عالي ومع ذلك بيحصل كيتون بوديز. والكيتون بوديز نكتشفها بايه؟ بنعمل تحليل بول، هتلاقي مريض لو هو مريض سكر هتلاقي السكر عالي والكيتون بوديز عالي. طب ينفع الاقي كيتون بوديز وهو مش مريض سكر؟ قلناها في الاول، واحد حاصل في مجاعه، واحد عامل رجيم قاسي، واحد عنده جفاف بيحصل له ديهايدريشن او بيحصل دايريه، عنده اسهال وقيء كتير فبيفقد سائل جسمه ومشكله كبيره جدا تلاقي الكيتون بوديز طالع معاه. او الاطفال اللي عندهم حراره شديده جدا ممكن تلاقي عنده الكيتون بوديز في البول
طالعه. نعمل تحليل بول عادي، بنعمل اليورين ستريب شريط البول بنكتشفه، تلاقي اللون اتغير بقى لون بنفسجي، هتبقى شايفه في الصوره اللي انا هضيفها لك. طيب هو دكتور احمد ليه تحليل في البلاد ولا لا؟ في طبعا كيتون بادز بتتعمل في البلاد، ممكن بتبقى تكلفتها غاليه شويه وبتقعد اوقات طويله، ولكن في كيتون بادز برضه بنعملها في الدم وبنكتشفها عادي في المعمل، ولكن الاسرع والاسهل والاقل تكلفه بيكون في اليورين. واليورين هو جه منين؟ لما اتراكمت في الدم بتاعك فزادت، فيحصل ايه؟ جسمك او الكليتين بتوعك بيفلتروا الدم بشكل تلقائي زي ما قلنا كتير قبل كده، فلما بيجي يفلتر يلاقي اي حاجه زياده بيبتدي يطردها في اليورين، فلاقي الكيتون بادز زياده او موجوده، لان هي المفروض ما تكونش موجوده، هيقوم طاردها في اليورين فتكتشفها انت وتشوفها في المعمل في تحليل البول بسيط جدا. تسلم دكتور احمد وما تغيبش علينا تاني. يا رب يا رب. تسلم. حبيبي تسلم. سلام.